كتير منكم طلب فيديو يوم في حياة طيار تاني بس بشكل أطول وبتفاصيل أكتر. ملهاش لازمة، هنضيع وقت كبير جدا وهضيع وقتك في الفيديو من غير أي إفادة، ولكن أنا بعملها من باب إن أعرفك يومنا بيبقى ماشي عامل إزاي. فباختصار خالص، زي ما أنت عارف، فطرت واتغديت واتعشيت. الرحلة النهاردة ريد آي، طالعة بالليل من هنا، واصلة نيويورك الساعة 6 الصبح. عملت كل حاجة، لبست هدومي ورايح دلوقتي على المطار. هبتدي أقول لك معلومة عن الطيران أو حاجة حياتية في وسط كل فيديو عشان تستفاد بيه، لكن مش محتاج أديك التفاصيل كلها عشان ما اقعدش أضيع وقتك على الفاضي. فهنروح دلوقتي المطار مع بعض، وبعد كده لما نوصل نيويورك هقول لكم على سؤال كلكم كنتوا بتسألوني عليه. لما بقول لكم في كل فيديو، على قد ما الطيران ممتع جدا، بنعمل حاجات كتيرة، بنسافر أماكن كتيرة جدا، على قد ما هي بالنسبة لنا بتوصل لمرحلة نمطية جدا. بمعنى أنا دلوقتي أهو تقريبا ببقى كل يوم في مكان شكل، ويبقى محظوظ ان انا يبقى عندي وقت كبير. يعني النهارده كنت موجود هنا في فيجاس 36 ساعه، كنت ممكن اعمل حاجات كتيره جدا، ولكن بتحس برضه ان الحياه نمطيه شويه، لان خلاص شفت كل حاجه، ما بتبقاش في حاجه جديده. فدلوقتي هروح على الطياره اجهز كل حاجه. الفيرست اوفيسر النهارده هو اللي هيطير بالطياره الرحله بتاعته، وانا اللي هبدا اتابع كل حاجه. استناكم بقى لما نروح على الطياره. دخلت المطار، وصلت الطياره، اتاكدت ان كل حاجه تمام، خطه الرحله، كل اجراءات الصيانه وكل حاجه. وبعد كده الفيرست اوفيسر هو اللي كان طاير الرحله المره دي، فانا كنت بحب كالعاده ان انا اخرج ابص انا على الطياره من بره. دايما الفيرست اوفيسر هو اللي بيعملها، ولكن لما بيبقى هو اللي بيطير بسيبه هو مشغول في حاجات كتيره في الطياره، فبنزل انا اساعده وابص على الطياره من بره. طلعنا بالرحله وكانتش طويله قوي، كان حوالي 5 ساعات ونص. مكملتش الفيديو طبعا لاني وصلت المطار كنت مرهق جدا، كنت عايز اخرج اوصل البيت على طول. فوصلت اهو. عايز اقول لكم نصيحه: لو انت ما عندكش رضا في حياتك، اشتغل وسعى ان يبقى عندك ده. اي حاجه في الدنيا ممكن تتدرب عليها، حتى لو صفه، صبر، سعي، رضا، تقدر تتدرب عليها. احسن صفه ممكن تبقى عندك في الدنيا هي الرضا. يمكن انا دي الفتره اللي انا شغال فيها على نفسي، لان الموضوع مش سهل خالص، ولكن اول ما بتبقى عندك الصفه دي تريحك ذهنيا من حاجات كتيره جدا. خدكم بقى معايا جوه عشان اقول لكم على اللي انتوا كنتوا بتسالوني عليه. غيرت بقى، وناس كتيره كانت بتسالني ايه هو عطرك المفضل. طبعا انا اي حاجه شخصيه، رغم ان هي حاجه بسيطه مش قصه، بس مش بحب انشرها على السوشيال ميديا لان كل حاجه ليها مكانها. ولكن بما ان ناس كتير جدا سالت، فهوريك عطري المفضل هو الواي اس ال توكسيدو. ده صعب جدا تلاقيه، بس من العطور الجميله جدا. طبعا بحب توم فورد برضو، ده بستخدمه على طول، الفيلفت اوركيد. وعندي برضو دي برضو مش مشهوره خالص، ولكن جبتها من روم. معرفش حتى يعني بتقول الكلمة ازاي بتاعتها، بس كانت جميلة جدا وبستخدمها بقى لي فترة. اهم حاجة لازم تعرفها ان مش بالفلوس. يعني ايه؟ انا ممكن العطور دي تبقى غالية شوية، مش في مقدرة كل الناس. مش العطر هو اللي هيخليك حاجة، مش فلوسه وقد ايه قيمته هي اللي هتخليك حاجة. المهم يبقى ريحتك حلوة. ممكن تبقى معاك عطر ب 200 جنيه 300 جنيه وريحتك حلوة وشكلك جميل وكل حاجة. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.